لا يا سحر لا، دي حبيبة جميلة وهتقوم تجيب الكتاب علشان نقعد سوا نحل الواجب. لا يا أبلة معلش، مش قبل ما اشوف المسلسل اللي بحبه. وبعدين بقى البنات الحلوين المؤدبين بيسمعوا الكلام، خصوصا لما يكون من اخواتهم الكبار اللي بيحبوهم وبيخافوا عليهم. يلا بقى ما تضيعيش الوقت. مفيش فايدة في حبيبة، لازم تجادل وطول النهار تعب قلبي معاها، وكله بسبب التلفزيون وخصوصا توم وجيري. يا سلام، يعني انت بتشوفي قوي عشان تقولي كده؟ اخلص يا بنت، حد يقول لاخته كده؟ معلش يا سحر يا حبيبتي، حبيبه ما تقصدش طبعا وهي قالت غير الحقيقه، ما انا ما بشوفش فرق. حسبي يوه، عاجبك كده؟ او اللبن وقع الكراسه والكتاب. اخلصي يا بنت. تعالي يا سحر، على مهلك يا حبيبتي، على مهلك، اقعدي. انا اسفه، انا بجد ما خدتش بالي والله، رغم اني بقالي مده محرومه من نعمه البصر، مع كده مش قادره احفظ المكان. اقعدي يا سحر، اقعدي وبلاش التفكير ده يا حبيبتي. اسفه ده ايه بقى؟ حبيبه هي اللي تستاهل الضرب كمان، لاني 100 مره اقول لها ما تقعدش في السكه. تعالي هنا يا بنت انتي. نعم يا ابله. انا مش سبق وقلت لك اكتر من 100 مره انك لما تكوني بتذاكري تبقي تقعدي على المكتب. اصل ما بحبش اقعد على المكتب، وبعدين انا اسفه يا سحر يا حبيبتي، وكفايه عليا اني هعيد الواجب من تاني. تستاهلي علشان تبقي تسمعي الكلام. انا اللي اسفه، انا فعلا تعبكم معايا، لان المفروض اللي زي تقعد مكانها ما تتحركش. وبعدين معاكي، هو يعني انا لو كنت مكانك ما كنتيش هتعملي اكتر من كده معايا ولا ايه؟ يا حبيبتي يا وفاء، نفسي تنجح العمليه علشان اردلك شويه من اللي عملتي معايا. لا بقى، هو من ناحيه تردي فده ممكن قوي، ودلوقتي كمان. بجد؟ ايوه، انك تقومي تلبسي، ولا انت ناسيه ان ميعاد الدكتور النهارده؟ يلا امال عشان ما فيش وقت. ايوه، فتحي يا سحر. انا خايفه يا دكتور، خايفه من ايه بس؟ انا مش هعمل اي حاجه غير اني هبص في عينيك الجمال دول. يلا يا انسه بقى وبلاش دلع عمال. انا مش خايفه من حضرتك، انا خايفه من اللي بعد الكشف. يا ترى في امل يا دكتور ولا؟ اكيد ان شاء الله، ومش امل وبس، ده امل وحنان ووفاء كمان. ايوه، العين التانية عال العال، بسم الله ما شاء الله. خير يا دكتور، طمني. اظن الجواب يبان من عنوانه ولا ايه؟ وبعدين ده نظرها بقى 6/6 اهو. بجد يا دكتور، حصل تحسن واستجابة فعلا للشبكية. ياه، احنا كنا فين؟ دلوقتي بقى اقدر اقولك ان ممكن 2 شهر كمان ونعمل العملية، بس ده بشرط. ألف شرط يا دكتور. اتفضل ايه هو؟ اولا نستمر على العلاج بمنتهى الدقة، ومعاها العلاج الجديد اللي هكتبه دلوقتي. ثانيا وده الاهم، ممنوع منعا باتا التوتر او الانفعال الزايد زي ما اتفقنا، ماذا والا؟ لا حاضر يا دكتور، اطمن. لا يا وفاء، انا زعلان منك بصحيح، وما تحاوليش تقنعيني. يا عم يوسف، كفايه عليك مشاغلك، ده انت شغال بروحين، وبعدين بقى نفسك معانا اكيد. ايوه، ابلفيني بقى بالكلمتين الحلوين بتوعك دول، بس على مين؟ الله يرحم ابوكي، لما كنا نروح نتسوق انا وهو ما يحللوش الكلام الا عنك وعن حنيتك. الله يرحمه. بس اجمل حاجه سايبها لنا بابا هو عم جو الجميل. انت مش شريك وبس، انا حاسه انكم توأم. سبحان الله. الله يرحمه ويرحم امك كمان، بس البركه فيكي بقى فعلا. رجاء اخويا ساب راجل بصحيح. الله ايه ده؟ طب ليه كده يا جو؟ بذمتك انا راجل برضه. ربنا يا بنتي يستر عرضكم. المهم طمنيني، عملتوا ايه عند الدكتور؟ الحمد لله، هو قال انه ممكن لو استمرينا على الحال ده ممكن يعمل العملية بعد 2 شهر ان شاء الله. ازيك يا سحورة يا حبيبتي؟ ايه الاخبار الجميلة اللي انا سمعتها دي؟ هي فعلا جميلة، بس برضو مخبيش عليك يا رنا، انا قلقانة برضو. لا بقولك ايه، بلاش كده الله يخليكي، ولا يبقى ما عملناش حاجة. غصب عني يا رنا، بس بحاول اتماسك على قد ما اقدر. قبل ما انسى يا سحر، احكي خير. في راجل جه وسأل على أبلة وفاء وانتي نايمة. راجل مين ده؟ وانت ازاي تفتحي له؟
ومين قالك اني فتحت له؟ انا كلمته من ورا الباب طبعا. برافو عليكي، صح كده. وما قالش عايزها في ايه الراجل ده؟ لا طبعا، بس هو قال انه هيعدي تاني. يا ترى مين ده؟ مساء الخير يا ابو وفاء. مساء النور. مين حضرتك؟ طب مش تقولي لي اتفضل الاول؟ ايوه بس مش قبل ما اعرف مين حضرتك طبعا. طب حضرتك اسمحي لي بالدخول وهتعرفي كل حاجه ارجوكي. وبعدين حضرتك خايفه من ايه؟ مش الانسه السحر موجوده والاموره حبيبه كمان؟ غريبه. وكمان عارف اسامي العيله؟ ممكن اعرف انت تعرفنا منين وعايز ايه مننا؟ لا هدي نفسك هدي نفسك قبل امال لا الجيران تسمع. والله انا جاي وقصد خير، بس اديني فرصه ادخل. ما هو الموضوع اللي انا جاي فيه يعني ما ينفعش نتكلم فيه واحنا واقفين كده على الباب. لو سمحتي هم 5 دقايق مش اكتر، ممكن؟ اتفضل. متشكر قوي. اقفل الباب يا ابله؟ لا خليه مردود. حضرتك قلت اسمك ايه؟ هو حضرتك اديتيني فرصه عشان اخد نفسي. على العموم انا اسمي عصام، انا جاي وزي ما بيقولوا يعني طالب القرب. في مين ان شاء الله؟ في الانسه سحر. وعشان كمان يبقى من الاخر يعني انا عارف كل ظروفها ومستعد لاي طلبات تطلبوها. اخي عصام، انت مش ملاحظ انك جريء قوي؟ وبعدين تقدر تقول لي انت مين بالظبط؟ انا واعوذ بالله من قولة انا عصام حسن، عندي 35 سنه، معايا دبلوم صنايع قسم زخرفه، وحاليا يعني باخد مقاولات صغيره كده على قدي، بس ماشيه والحمد لله. جميل. وعرفت سحر منين وازاي؟ يا ابله وفاء، يعني الشيء اللي ممكن حضرتك تكوني مش واخده بالك منه ان انا ابن المنطقه هنا. ده حتى سحر كانت زميلتي في الفصل واحنا في الابتدائي. ياه، واضح انك جاي مرتب افكارك وعارف انت عايز ايه بالظبط. واتمنى تقول ايوه يا استاذ عصام، بس انا بقى مش هقدر ارد عليك دلوقتي الا بقى لما عمي يسال عليك زي انت اكيد ما سالت علينا برضه. من حقك طبعا. ادي العنوان وادي رقم الموبايل. بس يا عم ادي كل اللي دار بينا. وسحر رأيها ايه يا وفاء؟ لا يا عمتي هديه، الله يخليكي، سحر ما تعرفش حاجه خالص عن الموضوع ده. عين العقل والله يا بنتي يا وفاء. وبعدين يا هديه، ما انت عارفه البنت وازمتها دي ممكن تشعبط في قشه. يا حبة عيني. طب والعمل يا حاج يوسف؟ ودي عايزه سؤال. قولي لي يا وفاء، ايوه هو اداك عنوانه ورقم تليفونه ولا لا؟ ايوه يا عم اتفضل، الورقه دي فيها كل بياناته. اهو كده الكلام. عمك يوسف يجيب لك قراره باذن الله. ما انت عارفه ان عمك معارفه وحبايبه كتير. اعتبر الموضوع منتهي ان شاء الله، وهم يومين ويكون عندك الصحيفه الجنائيه بتاعته. ايه يا عم الامور، بلغك ايه؟ ما قلتليش يعني. بلغ يا عم الحلو، بقول لك يالا نقطت بسكاتك وعلى الساكت، نط من دماغي يالا. في ايه مالك انت؟ لو ايه ده؟ ايه النمره الغريبه دي؟ يا ترى مين؟ ما ترد يا جدع. السلام عليكم. مين معايا؟ مين؟ يابا خلص. مين معايا؟ اهلا يا عمي، اهلا. يا خبر، طبعا عارف حضرتك. لا تحت امر حضرتك. ده مسافه السكه. مش حضرتك في المحل برضو؟ ماشي. لا هي ربع ساعه بالكتير. تحت امرك يا عمي، تحت امرك. ماشي مع الف سلامه. مع السلامه يا عمي. لا اله الا الله. مالك يا زميلي توت مني ليه؟ مين اللي كان معاك ده؟ مصلحه ولا؟ عصعص، ما ترد يا جدع. يا جدع مالك في ايه؟ انا ماشي يا زميلي، انا اللي مالي برضه. بعدين ايه ظروفها المكالمه المضيئه دي؟ ده عم الجماعه. ارتحت يا عم الامور. جماعه مين يا ابني؟ تكونش يا دي اتجوزت سرا؟ لا غيبوبه، هيبقى علنا عن قريب ان شاء الله. ايوه. اما انا غيبوبه بجد، تكونش الحته لا بقول لك ايه، اسمع على الكلام. حته ايه؟ لم تعابينك يالا واحترم نفسك، احترم عمك. امال ماشي يا عم. وده مين بقى اللي كان بيكلمك ده؟ بالصلاه على النبي يبقى عمها. طبعا يا عصام يا ابني، انت عارف انا بعت جبتك ليه. انا تحت امر حضرتك يا عمي، اللي حضرتك تأمر بيه يعني نافذ والله العظيم، ولو على رقبتي. تسلم يا ابني. بس الاول انا عندي سؤال وعايزك تجاوب عليه بكل صراحه. اتفضل يا حاج. عصام، انت ليه اخترت سحر بالذات رغم انك عارف ظروفها؟ واكيد في بنات غيرها كتير وظروفهم احسن منها طبعا. من الاخر يا عمي، انا وسحر يعني كنا زمايل في المدرسه، وعارفها، عارف اصلها وفصلها. وانا الحقيقه من زمان يعني كنت بفكر ارتبط بيها، بس
كنت مستني لما الظرف يعني قصدي الظروف تسمح واقدر اقف على رجليا، ده اولا. ثانيا يعني انا لما سالت عليها وعرفت ظروفها صممت ان ارتبط بيها اكتر، لان اللي زي سحر دي هديه من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بس انا فهمت وعرفت طبعا ان والدك متوفى، الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. وكان نفسي اشوف اليوم ده، لكن البركه بقى في الحاجه امي بقى، ربنا يديها الصحه ويخليها لي، والله العظيم ربنا يديها الصحه يا ابني. طب على العموم نقدر نشوفه يوم الخميس الجاي ان شاء الله. انت بتتكلم جد يا عمي؟ ربنا يخليك ربنا يخليك يا عمي، ربنا يخليك. مبسوطه معايا يا صاحبي يا حبيبتي؟ انا طايره في السما، حاسه اني بحلم حلم جميل وخايفه لا اصحى منه. معقوله تخافي وانا جنبك؟ حبيبي انا خايفه لا تكون يعني مش واخد راحتك، علشان اخواتي يعني قاعدين هنا معانا في الشقه. انا لا 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 لا، طالما انت مرتاحه ومبسوطه بوجودهم يبقى انا كمان مبسوط، وحتى لو يعني ايوه. يعني ايه بقى يا جميل؟ كده تبقى متضايق من حاجه؟ لا هو مش بالمعنى ده، بس انا كنت عايز اعرف يعني نظام البيت هنا ماشي ازاي. تقصد ايه يا حبيبي؟ يا ريت توضح اكتر. هو سؤال يعني ممكن يكون مش من حق اساله، بس برضو الاصول بتقول ان المفروض الزوج يدور على حق زوجته، خصوصا بقى لما تكون يعني سوري يعني ظروفها زي ظروفك. يعني انا عصام وضح كلامك وقول تقصد ايه بالظبط ارجوك. الله انت شكلك زعلت يا روحي ولا ايه؟ على العموم حقك عليا انا اسف، بس لازم تفهم اني بدور على مصلحتك. ما هو اصل يعني الواحد ما يضمنش الظروف اليومين دول برضه، ولا ايه؟ من حقك طبعا، بس اطمن، اختي وفاء أأمن من الأمانة نفسها، يعني كل حد مننا مع حقه وزيادة كمان. يا سحورة يا حبيبتي أنا ما بشكش في ده، بس برضه شيء من الحوض برضه. ما هو أصل الطيبة الزيادة مش مطلوبة في الأمور المادية دي. ده الشيطان وقع بين قابيل وأخوه. إيه ده؟ إيه مالك يا عصام؟ هو أنت مخك وداك لحد فين؟ ده أنت بعدت قوي. وفاء لو أنا وحبيبة جعانين تقطع من جسمها علشاننا، وبعدين ايه اللي اوحى ليك بكده؟ ها؟ انت شفت ايه من وفاء؟ شفت حاجه يعني ولا ايه؟ لا 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 لا, لا ما يا حبيبتي ما تفهمنيش غلط. وبعدين حقك عليا انا مالي قال يا داخل بين البصله وقشرتها. بصله ايه وقشره ايه؟ ما تتكلم بقى يا عصام، انت شفت حاجه؟ انت بتتكلم كده ليه؟ طيب عن وفاء فهمني. طيب ما دام انت مصممه تعرفي قصدي يعني يبقى هقول بس من غير زعل، ماشي؟ لا يا سيدي ربنا ما يجيبش زعل، اتكلم بقى بالعربي كده. الفلوس اللي بتاخدها وفاء من شركتكم مع عمك يوسف يعني تقدر تقول لي بتروح فين؟ يا سلام، بتروح على البيت ومصاريفه طبعا، واللي بيفيض وفاء بتشيله لأي ظروف، واديك شفت انها جهزتني احسن جهاز. ده من ساعة ماما وبابا الله يرحمهم يعني ما سابونا، وهي شايلة همنا وناسية نفسها خالص، وكفاية انها عشان خاطرنا رفضت عرسان كتير جدا. خلاص ماشي، ما اختلفناش، احنا ما اختلفناش الحقيقة في كل اللي بتقوليه ده، بس تفتكري يعني ده كله يبقى من غير مقابل؟ وبعدين ما سألتيش روحك هي عاملة كل ده ليه وعشان ايه؟ لا، ولا اسمح لنفسي ان افكر ولو للحظة واحدة في وفاء كده. بس خلاص يعني اطلع منها. عموما انت حرة، بس انا حبيت الفت نظرك مش اكتر. مالك يا عصام؟ مش عوايدك يعني؟ بقالك مدة قاعد من الشغل، ايه في مشاكل ولا حاجة؟ والله ما عارف اقولك ايه يعني، هي مشكلة صغيرة كده بس ما تشغليش بالك يا وفاء. ازاي بقى؟ ده انت جوز اختي وفي مكانة اخويا، يبقى اكيد اللي يضايقك يضايقنا طبعا. ربنا يخليكي وده العشم برضه، بس على ايه يعني شايلك هم اكتر من همك يا سيدي؟ هو انا كنت اشتكيت لك يعني؟ قول بقى مالك، فيك ايه؟ يمكن اقدر اساعدك. لا اله الا الله، هقول ايه بس؟ ما تخافش، سرك في بير، بس يا ريت بقى توطي صوتك علشان سحر ما تسمعش. هو الحقيقة يعني أنا متورط في مبلغ كده قيمة شرط جزائي، يعني الشغلانة كنت واخدها ووقعت معايا، فرق أسعار يعني. أنا الحقيقة حسبتها غلط، ففرقت في الشغل والناس طالبة الشرط الجزائي اللي في العقد وأنا مش عارف أعمل إيه. ويا ترى الشرط ده بقى يطلع كام؟
ما تشغليش بالك، انا هتصرف. بس قول لي كام، وان كان المبلغ متوفر معايا خد يا سيدي، ولما ربنا يسهلك ابقى ردهولي. يا سلام، اصيله فعلا والله ومليك عليا يمين، لو اختي بنت ام وابويا ما تعمل معايا كده. وبعدين ما تقلقيش، انا هتصرف والله. لو ما عرفتش احصله هقول لك صدقيني. ما ينفعش، قول بس قد ايه انا ممكن اتصرف عنك. قول بقى امال يا اخي. يا وفاء، هم كبرهم يعني، هم هيعملوا ايه يعني؟ هيعملوا لي محضر؟ حلني. عصام، انت مش عارف سحر مرتبطه بيك قد ايه، واي مشكله ليك لا سمح الله يعني هيبقى مش كويس علشانها، واحنا في عرض الهدوء. قول بقى ما تتعبنيش. هم 5000 جنيه بس كده، ولا يهمك، بكره ان شاء الله يكون المبلغ معاك. ايش عامل العاب والله، واتفتحت لك مرة علي بابا يا زميلي وبقيت مقلفن اهو. لا يا عم الامور، علي بابا كان حرامي بقول لك ايه، يالا ما تعيشليش في دور قاسم. ها خلاص يا زميلي، اقلب الشريط وخلينا في المصلحة معاك. يا جدع اهدى شويه. امال الله ايه، المخدرات لحست دماغك يالا ولا ايه؟ ولا انت يعني عندك عقل من اصله؟ عيبك انك فاهمني، وانا لو عندي صحيح كنت عرفتك كده. طب افرها مني بقى واشوف لك مصلحه مع غيري. ولا لو حد اتعامل معاك من اساسه بيقابلني. وبعدين بقول لك ايه، نقطني بسكاتك يا خفيف، خليني اشرب الحجرين والقهوه الماني دول عشان اعرف افكر في اللي جاي. اللي جاي هو لسه في جاي يا زميل، مع عصفور في اليد ده جدع. في اليد بس لازم اقصقص جناحه عشان ما يطيرش مني ولا ما يسعد. اوعى. ايه يا وفاء يا بنتي، وشك ولا القمر، انت فين من زمان؟ غصب عني والله يا عمي، انا تعبت بقى بين الشغل والبيت وسحر وحبيبه وعصام طبعا. قلبي عندك يا حبيبتي، وربنا يكون في عونك بجد. استني انت شويه يا هديه، استني. مالك يا وفاء يا بنتي، شكلك مش حلو. ايه، عصام مضايقك ولا حاجه؟ لا عصام، لا ابدا يا عمي. لا يا وفاء، لا، الحاج عنده حق. فين الضحكه الجميله؟ مالك يا حبيبتي؟ فضفضي، في ايه؟ يا وفاء، انت بنت صاحبي، يعني بنتي، واللي يضايقك يضايقني. وبعدين انت عمرك ما بتداري عني اي حاجه. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا جماعه، مفيش حاجه، هما شويه ارهاق وبس، مش اكتر يعني. الارهاق بيبان على الوش والمراره بتبقى في القلب. تكونش سحر تعبانه ولا حصل منها حاجه زعلتك؟ ابدا والله، انا زي الفل. خلاص يا هديه، سيبيها براحتها، وقوم انت اعملي لنا حاجه نشربها. يلا امال. حاضر، من عينيا الاتنين، ثواني والعصير يجهز. لا يا حلوه، توصي بيه حبتين. بقول لك ايه، اديني مشيت مرات عمك. يمكن يكون في حاجه كده ومكسوفه تقوليها قدامها. اتكلمي بقى براحتك. في ايه يا بنتي؟ عصام يا عمي، انا قلت كده برضه. ايه بقى الواد ده عمل معاك ايه؟ هو خد ايه، سرقك يعني ولا؟ يا عمي سرقني ايه؟ ده طلب مني 5000 جنيه. واديتهم له؟ اديتهم له طبعا، ما هو قال ان هو عليه شرط جزائي، ويا الدفع يا الحبس. وطبعا حضرتك عارف سحر مرتبطه بيه قد ايه. ايوه، بس كان لازم تقولي لي الاول. والله انا من الاول وانا مش مرتاح للولد ده، بس اختك بقى هي اللي لوت دراعنا. المهم اللي حصل حصل، بس اي حاجه بعد كده يا وفاء لازم تاخدي رايي الاول. ما هو مش احنا بقى اللي ينضحك علينا. يوه. ايه بس، مالك يا عصام؟ انت اتعشيت؟ عموما وفاء اختي مجهزه لك العشاء على السفره في الصاله. متشكرين ليا خالص، انا اتعشيت انا ومسعد زميلي وحبيبي. عيش انت بقى وكملي نوم. لا مش قبل ما اعرف مالك. حبيبي ماله؟ يا سحر يا حبيبتي، ما هو مش وقته خالص الكلام ده. وبعدين انت مش ناقصه ولا عايزاني اضايقك بمشاكلي؟ يا حبيبي، انا ان ما كانش انا اللي اشاركك في مشاكلك يبقى لازمتي ايه بقى؟ ما بلاش يا سحر احسن. طب انا بقى مصممه اعرف. والله انت حره بقى، طالما انت مصره تعرفي يبقى اختك وفاء يا هانم. ها؟ مالها وفاء؟ الهانم بتقولك وبتقول لي يعني ندورين على شقه. ايه؟ وفاء قالت كده؟ لا مش ممكن، لا مش معقول يا عصام. لا قول كلام غير ده. طب يا ستي، طب انا كذاب. طب والفلوس دي؟ ها؟ فلوس ايه دي؟ مدي ايدك بس، مدي ايدك وانت تعرفي. امسكي. تقصد ايه يعني؟ هي فعلا فلوس كتير، بس دخلوا ايه ده بموضوعنا يا عصام؟ اتكلم. هو اصل الموضوع ان وفاء هانم ادتني الفلوس دي عشان قال عارفه ظروف الماديه ملطشه، ده حسب قولها يعني، عشان اشوف لي شقه ولو ايجار جديد لحد ما ربنا يفرجها. ايه ده؟ معقوله اللي بسمعه ده؟ معقوله وفاء تعمل كده؟ لا طيب
لو صح الكلام ده فعلا يبقى هي اللي لازم تمشي مش حد تاني. لا لا لا, لا يا حبيبتي، يمكن وفاء ما تقصدش يعني، وبعدين بلاش تزعلوا من بعض عشان حدوته زي دي، بلاش. ان شاء الله يا دكتور سحر تفك الرباط من على عينها امتى؟ حالا يا حاج. يا رب يا رب، معقولة سحر هتفتح وتشوف الدنيا من تاني يا دكتور؟ باذن الله. ربنا يجعل على ايديك نور عينيها يا رب. يا رب يا رب اختي تفتح وتشوف الدنيا من تاني يا دكتور يا رب. يا بنتي اهدي امال، ده انت ايديكي بقت زي التلج. ان شاء الله خير، حرام عليكي نفسك. يعني كده ينفع يا وفاء؟ وشك اللي بقى زي الكركم ده وما فيهوش ولا نقطة دم؟ لا 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 يا بنتي، خلي ايمانك واملك في الله كبير. ايوه يا حبيبتي، وكأن يكون، وباذنك يا رب سحر هتبقى زي الفل ان شاء الله، صدقيني. يا سلام، اخيرا اخيرا يا حبيبتي، ده انا كده بقيت اسعد واحد في الدنيا بجد بجد. نورت البيت يا سحوره يا حبيبتي، نورت البيت. الف حمد وشكر ليك يا رب. ياه قد ايه انا كنت في عالم تاني، رغم انه كان جميل بس انا ما اتعودتش عليه. بكره تتعودي. لا والاحلى اني فتحت علشان اشوف احلى عصام في الدنيا. لا 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 لا، عصام مين وبتاع مين؟ هو في اجمل من سحورت حبيبتي؟ ميرسي يا روحي ميرسي. الا ما قلتليش يا عصام، يا نعم، مين اللي دفع فلوس العمليه والمستشفى؟ ها؟ طب ولازمته ايه السؤال ده دلوقتي يعني؟ وبعدين هي مش اتدفعت وخلاص يا حبيبتي؟ لا لا معلش، ما انا لازم اعرف برضو. معلش يا سحر يا حبيبتي، عفيني، انا قلت لك قبل كده وحذرتك وبعدين زعلت مني. عموما انا اللي مسؤول عنك مش هي. انسي بقى وخلينا ننزل كده اجيب لنا حاجه تيك اواي ناكلها، حسن انا ميت من الجوع، واكيد انت كمان. لا 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 لا، تكاوي ايه تكاوي ايه وسحر موجوده. انا بقى اللي هنزل واشتري خضار واطبخ لك احلى طبيخ لاول مره. هتاكل حاجه من صنع ايديا. والله يا سحر نزل تشتري لنا حاجه ناكلها، عندكم مانع؟ يا نهارك اسود، تنزلها الشارع يا مفتري وهي لسه السلك في عينيها. انت خلاص ما عندكش لا رحمه ولا احساس. ماشي، بس الحال من بعضه، ولا نسيت انك اتخليت عنها في ازمتها؟ لا يا عصام، انت السبب في كل ده. خدعتنا وصدقناك وطلعت عاطل وعالة ومدمن. وبعدين مين اللي دفع مصاريف العملية غير وفاء؟ يا سلام، وهي كانت دفعت لها حاجة من جيبها؟ ما هو حقها ولا مش حقها؟ ولا اقول لك بقى، بقول لك ايه، اتكل على الله انت وهي، يلا باللي ما تيجي وتشوفكم وتبقى حكايه وموال. يلا. لا احنا مش هنمشي غير لما تيجي واحكي لها على كل حاجه. لازم تعرفك على حقيقتك. انا هقول لها على كل حاجه من ليله ما اتهجمت عليا، فاكر؟ وانت بكل بجاحه بتضحك عليها بكلامك السافل. ما خفتش عليها من الانفعال وكنت سبب فراقنا. قول اللي انت عايزاه، ولا هيفرق مع سحر اي حاجه، وبنصحكم بدل الطرد خليها تيجي منكم احسن. ولا ايه يا عم الحاج؟ ولا ايه يا عصام؟ انا سمعت كل حاجه، مش هم اللي هيمشوا. اللي لازم يمشي هو الشيطان اللي حاول يفرق في يوم من الايام بين الملائكه. ايوه انت اللي لازم تمشي يا عصام، يا اللي استغلت طيبه اختي وحبي ليك وعجزي علشان تحقق اغراضك الدنيئه، ونجحت في انك تفرق بين اشكال لكن ارواح لا. وفاء حبيبتي سامحيني، ابوس رجلك تسامحيني. انا كنت مسلوبة الاراده والشيطان بيوسوس لي، لكن لا، انا مش عايزه اشوفك، مش عايزه اشوفك تاني. امشي، اخرج من بيتنا، اخرج من جنتنا دي، اخرج. اهدي يا سحر، العمليه يا حبيبتي اعملي معروف، وانا والله مش زعلانه منك، انا زعلانه عليكي انتي. عمي انا خلاص مش طايقه اشوف الظالم ده. ارجوك يا عمي خلصني منه باي طريقه. يخلصك منه ازاي؟ يموته يعني؟ يا بنتي سامحيه سامحيه يا بنتي، يمكن يكون استوعب الدرس ورجع العقل وتعيشوا سوا من جديد. لا يا عم اسفه، اللي زي عصام ده حرام حتى يبقى ضل، وانا بعد اللي شفته وعرفته استحاله افضل معاه ثانيه واحده. اهدي يا سحر يا حبيبتي، بلاش تاخدي اي قرار دلوقتي. انت ساكت ليه يا بني ادم؟ انت ما تقول حاجه. انا الحقيقه انا مش لاقي حاجه اقولها بعد كل الطيبه والحب اللي فيكم ده. سحر عندها حق، الشيطان ما ينفعش يعيش في الجنه اللي مليها كل الحب ده، وعشان كده انا ماشي. سامحيني يا وفاء، سامحيني يا سحر، سامحني يا عم الحاج، سامحوني كلكم. سلام.